كي لا يخدعك الجزار. تعلم كيف تفرق بين لحم الحمير ولحم البقر. السلام عليكم. يتخوف الكثيرون من الوقوع في الخداع، وقد يصعب على بعض الناس التعرف على أنواع اللحوم التي يشترونها، فكيف تتمكن من فحص قطعة اللحم بنفسك وتميز بينها وبين لحم الحمير كي لا تكون أنت الضحية التالية؟ يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية في الإسلام، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجة من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله ورسوله ينهياكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. أقبل بعض الجزارين معدومي الضمير في الأعوام الماضية على بيع لحوم حمير على أنها لحوم أبقار، وازدادت تخوفات الناس كي لا يكونوا هم ضحايا تلك الجريمة الإنسانية، فالبعض يصعب عليهم فهم الاختلاف وهم أكثر عرضة للخداع، لذا وجب علينا التنويه حرصا على سلامتكم. إليكم 7 فروق للتمييز بين النوعين. أولا، رائحة لحم الأبقار جيدة مقارنة برائحة لحم الحمير الكريهة التي يمكن اختبارها عند وضع سكين دافئ على اللحم، حينها ستكتشف رائحة اللحم الكريهة. ثانيا، تتميز لحوم الأبقار بأنها فاتحة اللون، بينما تميل لحوم الحمير إلى اللون الأرجواني القاتم في معظم الأحيان عقب ذبحها. ثالثا، يعد اللحم البقري من أجود أنواع اللحوم، فيكون خليطا بين ألياف اللحوم الحمراء والدهون، بخلاف لحم الحمير الذي يصبغ باللون الأحمر فقط ولا يندمج بالدهون. رابعا، عند وضع لحوم الأبقار في إناء مياه ساخنة ستلاحظ دهونا تخرج بشكل متساو غير منفصل، بينما يخرج من لحوم الحمير بقع زيتية كبيرة على سطح المياه. خامسا، ترتبط ألياف لحم البقر والضأن بقوة، وهو ما يمكنها من خلق احتكاك جيد، بينما ألياف الحمير ليست مرتبطة مقارنة بلحم البقر والضأن، فكيف تتمكن من فحص الفرق؟ خذ قطعة من اللحم وضعها على راحة يدك مباشرة، إذا لم يسقط اللحم فهو لحم جيد على أغلب الظن. سادسا، حجم الألياف العضلية في لحم الحمير أكبر من الموجود في اللحم البقري، فهي ألياف طويلة يمكن تمييزها في الشكل الظاهري عن ألياف اللحم البقري. سابعا، إن طعم لحم الحمير له مذاق سكري نظرا لزيادة نسبة الجلوكوجين، وأن ذبح الحمير وبيعها على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي تدليس ومن أشد المحرمات، وقد أمرنا الله تعالى بالأمانة في كافة التعاملات بين الناس. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، وقانا الله وإياكم شر الفتن.